في الحديث الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تأتي الساعة حتى يقف عيسى ابن مريم ديانا للعالمين. ده ايه الحديث ده يا فندم؟ معلش يعني انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ اي بتنجان ده ما حصلش بتنجان. ايه اللي انت بتقوله ده اصلا؟ الحديثين بيقولوا: يا أيها الذين آمنوا لا تأتي الساعة حتى يقف مؤذنا بينكم أن عيسى ابن مريم حكما مقسطا. مقسطا؟ يعني مقسطا ده احنا جايبينه بالقسط يعني ولا ايه؟ مش فاهم ايه مقسط بالتقسيط. ايه اللي انتوا حتى انتوا ما بتعرفوش تقولوا السؤال اللي انتوا بتسالوه ولا الكلام. يعني انتوا كدابين، ويا ريتكم بتعرفوا تكذبوا صح. لكم ان تتخيلوا بقى ده حال الكهنه، فما بالك بالعوام. في الحديث الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تأتي الساعة حتى يقف عيسى ابن مريم ديانا للعالمين. نفسي اعرف انتوا جبتوها منين يا ايها الذين امنوا لا تقوم الساعه حتى ياتي المسيح ديانا للعالمين. يا جدعان مش عندنا، والله العظيم ما عندنا. لو عندنا هنقول، هنخبيها ليه؟ لو موجوده هنقول موجوده، مش موجوده. المفسرين قالوا انه هيجي ويتجوز ويخلف ولد اسمه احمد ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وينادي بالاسلام. طبعا الحديث اقوى من التفسير لان التفسير اضافه. الحديث اقوى من التفسير لان التفسير اضافه. اضافه ايه؟ انت فاكره زي كتابك اللي بيتضاف عليه؟ دول كانت الكنيسة الأرثوذكسية. دول كانت الكنيسة الأرثوذكسية والله.